كلنا تابعنا مع بعض الأزمة اللي أثيرت بسبب فيلم برشامة واللي توجه له كتير جدا من الانتقادات والاتهامات بالسخرية من الدين، ووصل الأمر بطلبات إحاطة في البرلمان بتطلب منع عرض الفيلم على جميع المنصات. المفاجأة بقى إن فيلم برشامة مش أول فيلم تثار بسببه أزمة دينية، لا، في أفلام كتير جدا أثارت أزمات دينية في المجتمع المصري. في منهم اللي اتمنع من العرض لمدة 30 سنة، ومنهم اللي اتعرض في قاعة محكمة، وأفلام كانت هتكون السبب في سحب الجنسية المصرية من صناعها، وأفلام بسببها الأزهر الشريف أصدر فتاوى بتحريم تجسيد الرموز المقدسة على الشاشة. اعمل لايك وسبسكرايب وما تنساش تفعل زر الجرس علشان النهاردة هقول لك التوب 10 أشهر 10 أفلام أثاروا أزمات دينية في المجتمع المصري على مدار تاريخ السينما المصرية. أهلا بكم، أنا حازم مصطفى، ودي قناة كادر مصري. ولو اعتبرنا ان فيلم برشامة في المركز العاشر، فيجي في المركز التاسع فيلم الشيخ جاكسون 2017. الفيلم اللي كان من تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ماجد الكدواني، وأمينة خليل. وبتدور أحداث الفيلم عن الشيخ خالد اللي بيتفاجئ بخبر موت مطربه المفضل من أيام المراهقة وهو مايكل جاكسون، وده بيدخله في صراع ما بين ذكرياته في المراهقة وحبه للفن والانطلاق، وما بين التزامه الديني في الوقت الحالي. المشهد اللي فجر الأزمة الدينية في فيلم الشيخ جاكسون هو المشهد اللي بيتخيل فيه الشيخ خالد المصليين وراه في المسجد وهو بيصلي بيهم صلاة الفجر، بيتخيلهم ان هم بيرقصوا رقصة مايكل جاكسون الشهيرة. وده فتح الباب لعدد كبير جدا من الشكاوى والاتهامات والبلاغات اللي اتهمت الفيلم بازدراء الأديان، لدرجة استدعاء المخرج عمرو سلامة للتحقيق في النيابة العامة وقتها. وقررت النيابة العامة عرض الفيلم على لجنة من الأزهر الشريف علشان يبدي رأيهم فيه، واللجنة شاهدت الفيلم بالفعل وتفهموا إن المشهد عبارة عن خيالات وهلاوس في دماغ البطل، وبالتالي مفيش أي إساءة للدين الإسلامي، واتعرض الفيلم ونزل في السينما. أما بقى في المركز الثامن فيلم 1-0 2009. الفيلم اللي كان من تأليف مريم نعوم وإخراج الأستاذة كاملة أبو ذكري، وكان من بطولة مجموعة كبيرة جدا من النجوم، منهم أحمد الفيشاوي، نيلي كريم، انتصار، زينة، خالد أبو النجا، والنجمة إلهام شاهين. والفيلم من أفلام اليوم الواحد، وبتدور أحداثه في يوم ماتش مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وبيرصد الفيلم التغيرات اللي بتحصل للأبطال على مدار اليوم. الفيلم أثار أزمة في المجتمع المسيحي بسبب الخط الدرامي اللي بيحكي عن سيدة مسيحية بتحاول تحصل على تصريح بالزواج تاني بعد طلاقها، والصعوبات اللي بتقابلها. وده دفع مجموعة من المحامين ان هم يقدموا بلاغ للنائب العام يتهموا فيه الفيلم ان هو بيتدخل في ثوابت الكنيسة الأرثوذكسية وطقوس الزواج، وانه بيمس ثوابت دينية. وفي كمان مجموعة تانية من المحامين بعتوا انذارات لوزارة الثقافة وللإدارة العامة للرقابة على المصنفات، بيطالبوهم برفع الفيلم من السينمات فورا. وبدأ النائب العام بالتحقيق في البلاغات كلها، ولكن انتهت في النهاية بحفظ جميع البلاغات، والفيلم اتعرض في السينما كاملا بدون حذف. اما بقى في المركز السابع فيلم بحب السيما 2004، وهو فيلم من تأليف السيناريست هاني فوزي ومن اخراج المخرج أسامة فوزي، وكان من بطولة محمود حميدة، ليلى علوي، والطفل يوسف فوزي. وبتدور احداث الفيلم عن اسرة مسيحية بيعاني فيها الطفل نعيم من تشدد والده عدلي اللي شايف ان كل حاجة في الدنيا حرام. ولما اتعرض الفيلم سبب موجة غضب شديدة جدا في الأوساط المسيحية والكنسية، وكمان تقدم عدد كبير جدا من المحامين ببلاغات للنائب العام بيتهموا فيها الفيلم بإهانة المعتقدات المسيحية، وكمان رفعوا قضايا بيتهموا فيها الفيلم بازدراء الدين المسيحي، وبيطالبوا بمنع عرضه في السينمات. وبالفعل نظر القضاء في الدعاوي المرفوعة ضد الفيلم، ولكن حكم في النهاية برفض كل الدعاوي اللي بتطالب بمنع الفيلم، مع إلزام صناع الفيلم بوضع تنويه في البداية يؤكد إن الفيلم يعبر عن وجهة نظر شخصية. أما بقى في المركز السادس فيلم ليلي 2001. الفيلم القصير ليلي هو فيلم للمخرج مروان حامد، ومأخوذ عن قصة للكاتب الكبير يوسف إدريس، وكان من بطولة عمرو واكد، دينا نديم، وسامي العدل. بيحكي الفيلم عن الشيخ عبد العال اللي بيتنقل علشان يكون إمام مسجد في حي البطنية اللي كان مشهور بتجارة المخدرات. بيدخل الشيخ عبد العال للحي وهو كله امال انه يصلح حال الناس ويرشدهم لصحيح الدين، لكنه للاسف في النهايه بيقع
فريسة لإغواء ليلي. لما اتعرض الفيلم أثار موجة من الغضب الشديد جدا عند بعض الناس، لأن هم شافوا فيه إهانة لدور إمام المسجد، لأنهم شافوه بينصاع للإغراءات بسهولة. لكن البعض الآخر تفهموا فكرة الصراع النفسي والداخلي اللي بيمر بيهم الشيخ عبد العال إمام المسجد في مواجهة الغواية الشيطانية. أما بقى في المركز الخامس فيلم المهاجر 1994. فيلم المهاجر من تأليف وإخراج المخرج العالمي يوسف شاهين، وهو من بطولة خالد النبوي، يسرى، محمود حميدة، حنان ترك. وبتدور أحداث الفيلم في زمن مصر القديمة عن الطفل رام اللي غار منه إخواته ورموه في الصحراء علشان يشتريه ملك مصر ويربيه لحد ما يكبر ويكون هو المسؤول عن خزائن مصر ومنقذها من الجوع والجفاف. ولما بيكبر بيلتقي بإخوته وأبيه مرة تانية. وبالظبط زي ما فهمت كده من قصة الفيلم، هي مشابهة بنسبة كبيرة جدا لقصة نبي الله يوسف عليه السلام، وهو ده اللي أثار الرأي العام ضد الفيلم. ومش بس كده، ده في كمان أصوات تبنت فكرة إن الفيلم أصلا مستوحى من قصة نبي الله يوسف في الثقافة العبرية، ودي بقى كانت أزمة تانية خالص. تخلص الأزمات على كده؟ لا أبدا. مجموعة تانية من المهتمين بعلم المصريات اتهموا الفيلم بالإساءة للحضارة المصرية القديمة، لأنهم شافوا الموضوع بزاوية تانية خالص. شافوا إن بطل الفيلم هو رجل جاء من الصحراء علشان يعلم المصري القديم الزراعة، ودي إهانة كبيرة قوي. وطبعا يوسف شاهين يا عيني واقف وسط كل دول عمال يقول لهم أنا عملت كل ده. والاعتراضات زادت والبلاغات بقت نازلة على الفيلم ترف، لحد ما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرارها في ديسمبر سنة 1994 بوقف عرض الفيلم تماما ومنع تداوله. لكن المخرج يوسف شاهين ما سكتش ولجأ للقضاء علشان يدافع عن فيلمه، وحتى كمان ان هو عمل فيلم تاني للدفاع عن فيلم المهاجر، وكان الفيلم التاني ده هو فيلم المصري. وفي سنة 1997 شاهدت هيئة المحكمة الفيلم بالكامل داخل قاعة المحكمة، وأصدرت حكمها التاريخي برفض كل الدعاوي اللي بتطالب بوقف عرض الفيلم وعرض الفيلم كاملا بلا حذف. لو لسه بقى ما عملتش لايك وسبسكرايب فعندك فرصة انك تعمل دلوقتي، لاننا داخلين على المركز الرابع. اما بقى في المركز الرابع طريد الفردوس سنة 1965، وهو الفيلم اللي كان عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم ومن اخراج فطين عبد الوهاب، وكان من بطولة وحش الشاشة فريد شوقي، سميرة احمد، نجوى فؤاد، عماد حمدي، توفيق الدقن، وباقة من ألمع النجوم. واحداث الفيلم بقى هي دي المشكلة الكبيرة. بتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي عن الشيخ عليش، وهو رجل صالح من أهل الخطوة، ولما بيموت بيتعمل له جنازة مهيبة جدا، ولما بتصعد روحه للسماء بيكتشف إن حسناته قد سيئاته بالظبط، فبالتالي هو مش مؤهل إنه يدخل الجنة ولا النار، لكن عنده فرصة إنه يرجع تاني للدنيا علشان يحاول يعمل يا سيئة يا حسنة تدخله الجنة أو تدخله النار. طبعا الفيلم ده بقى كده ما أثرش أزمة واحدة، ده أثار مجموعة من الأزمات الرهيبة، والرقابة اتدخلت علشان تحذف مشاهد كتير جدا وتعدل مشاهد كتير جدا علشان تجيز عرضه في السينمات. وحتى بعد التعديلات الكتير جدا وبعد إجازة عرض الفيلم، الأزهر الشريف كان عنده تخوفات من جرأة التناول والطرح، وكمان التعرض للغيبيات زي الحياة الآخرة والجنة والنار. وحتى بعد العرض العام في السينمات والمشاركة في المهرجانات الكبيرة، الفيلم كان بيتقصقص قصاقيس كده لما يجي يتعرض على التلفزيون او على اي قناه عربيه، والكلام ده لحد النهارده. يعني مثلا لو قابلت الفيلم ده على اي قناه، ده لو كان بيتذاع اصلا على اي قناه مش هتفهم منه اي حاجه ابدا بسبب المشاهد الكتير جدا المحذوفه منه. اما بقى في المركز الثالث الفيلم اللي اتمنع من العرض لمده 30 سنه، الرساله سنة 1976. وفيلم الرسالة هو فيلم ملحمي درامي من إخراج المخرج العالمي مصطفى العقاد، وبتدور أحداث الفيلم عن فترة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة للإسلام، وما لقاه رسول الله وأصحابه من تعذيب وتضييق من سادة مكة في محاولة لوأد هذه الرسالة في مهدها. وفيلم الرسالة هو الفيلم الوحيد اللي اتصور بنسختين، نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية. النسخة العربية كانت من بطولة عبد الله غيث، منى واصف، احمد مرعي، عبد الوارث عصر، سناء جميل، واشرف عبد الغفور. اما النسخه الانجليزيه كانت من بطوله انتوني كوين، ايرين باباس، مايكل فورست. سيناريو الفيلم حصل على اجازه من الرقابه بتصويره، وكمان حصل على موافقه من الازهر الشريف بتصويره، خصوصا ان ما كانش فيه تجسيد للرسول عليه الصلاه والسلام وآل بيته. لكن بعد الانتهاء من تصوير الفيلم وعرض النسخه النهائيه على الرقابه، اعترضت الرقابة اعتراض شديد جدا وحولت الفيلم للجنة من الأزهر الشريف. واللجنة دي لما شافت الفيلم رفضت عرض الفيلم نهائي،
لأنه بيجسد شخصية الصحابي الجليل حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة. وطبعا الأزهر الشريف شاف إن ده شيء غير مقبول تماما، وبالفعل فضل الفيلم ممنوع من العرض في مصر وبعض الدول العربية لمدة 30 سنة تقريبا، بالرغم من عرض الفيلم في عدد كبير جدا من الدول الأوروبية وكمان مشاركته في مجموعة كبيرة جدا من المهرجانات العالمية والدولية. وفضل الفيلم ممنوع من العرض في مصر لحد ما اتعرض لأول مرة على التلفزيون المصري سنة 2007. وفي المركز الثاني فيلم ليلة القدر أو الشيخ حسن سنة 1952. الفيلم من تأليف حسين صدقي وعبد الوارث عصر ومن إخراج حسين صدقي ومن بطولة حسين صدقي، ليلى فوزي، هدى سلطان، وستيفان رستي. وبتدور أحداث الفيلم عن الشيخ حسن اللي بيقع في حب جارته المسيحية لويزا، وبينتهي الحب ده بالجواز رغم معارضة الأسرتين. واتعرض الفيلم لأول مرة سنة 1952. وفي البداية الرقابة اعترضت أولا على اسم الفيلم ليلة القدر، والرقابة بررت اعتراضها بقدسية ليلة القدر وإن ما ينفعش نستخدم الاسم لتسمية فيلم سينمائي. ده أولا. ثانيا، خصوصا إن الفيلم بيحكي قصة شائكة وحساسة ممكن تعمل بلبلة في المجتمع المصري، وده اللي خلى الرقابة تسحبه من السينمات وتمنع عرضه نهائيا. وحاول مخرج الفيلم حسين صدقي ان هو يرجع الفيلم للسينمات مرة تانية، لكن الامر ما كانش بالسهولة دي، وتطلب الامر ان يحصل تعديلات كتير جدا في احداث الفيلم وتعديلات كتير جدا في نهاية الخطوط الدرامية علشان الفيلم يقدر يرجع تاني للسينمات. وبالفعل بتنتهي الازمة برجوع الفيلم مرة تانية للسينمات بعد سنتين سنة 1954، ولكن باسم الشيخ حسن. خد بالك بقى، احنا هو رايحين للمركز الاول وانت لسه لا عملت لايك ولا سبسكرايب ولا فعلت زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من القناة. يا سيدي انا عارف ان انت عملت خلاص، بس انا بتأكد يعني. يلا بينا نروح للمركز الاول. والمركز الاول معانا فيلم ما اتعملش اصلا، مشروع فيلم محمد رسول الله. سنة 1926 عرضت شركة ماركوس الألمانية السينمائية مشروع سينمائي ضخم جدا على الممثل المصري الكبير يوسف بيك وهبي. المشروع كان فيلم سينمائي ضخم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والفيلم ده كان بتمويل من الحكومة التركية اللي كان رئيسها في الوقت ده مصطفى كمال أتاتورك. اتحمس يوسف بيك للفيلم ده وشاف ان هو فرصة كبيرة جدا ليه، وراح فعلا للسفارة الألمانية في القاهرة ومضى العقد. واتسربت الأخبار للصحف، لكن اللي محدش كان عارفه هو يوسف بيك وهبي كان هيعمل دور مين؟ كان هيعمل دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبمجرد انتشار الخبر ده الدنيا قامت وما قعدتش. حصلت ثورة كبيرة جدا في الأزهر الشريف، وكتير من علماء الأزهر أصدروا فتاوى بتحريم تجسيد الأنبياء والرسل على الشاشة، والموضوع كبر جدا لحد ما وصل للملك فؤاد، واللي أصدر قرار فوري بمنع يوسف وهبي من السفر تماما، وكمان هدد بسحب الجنسية المصرية منه وتجريمه لو استمر في المشروع ده. وهنا يوسف وهبي راح تاني للسفارة وفسخ العقد وتراجع تماما ونشر بيان واعتذار رسمي للجمهور. وبس كده. لو عندك فيلم تاني تعرفه أثار أزمة دينية في مصر وأنا ما ذكرتوش في الحلقة اكتبولي في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير، ولو انت بتشوفني على اليوتيوب اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. شكرا لكم واشوفكم الحلقة الجاية.